اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الجبنه دي يا حبايبي؟ تعالوا نشوف مع بعض عملناها ازاي. دي جبنه قريش، خزنها للصيف ان شاء الله، تبقى مع البطيخ وتاكلي بها فطير، تاكلي بها عيش وخيار وقوطه، حاجات حلوه يعني. تمام يا حبايبي، تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض على الفيديو. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده الفيديو عايز لايكات كتير يا جماعه بصراحه. دي حاجه كلنا بنحبها وكلنا بنعشقها، زي الفسيخ وزي الرنجه والكلام ده كله. المش ده زي يعني الحوادق دي الناس كلها بتحبها، واحنا اول ناس بنحبها. مع بعض على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض جبنة، نخزن جبنة، وعندنا مش هنا انا عاملاها، هقول لكم على طريقته. الجبنة دي انا عاملاها في البيت عندي. بجيب اللبن، بحط له منفعة وبسيبه مدة ساعتين او 3 بيجمد معايا اللبن. لو انت حابة تعمليها بخيرها بتسيبي القشطة عليه. لو انت حباها جبنه قريش زي كده يعني خفيفه الدسم، بتعيني الدسم من عليها، او الكريمه بتاعتها بتعيني منها الكريمه، بتعيني من لبن الكريمه. بتعيني في طبق وتعزلي اللبن من الكريمه. لو انت حباها جبنه قريش، حباها جبنه بخيرها، بتسيبي الكريمه على اللبن، مفيش اي مشكله. بعد ما تعمليها بالمنفعه، لو ما عندكيش منفعه مفيش اي مشكله، بتجيبي اللبن بتغطيه كويس وتلفيه بقماشه كويسه او فوطه كويسه كده، بتسخني الفرن وبتحطيه بتحطي اللبن بالحله بتاعته كده ومتغطي في الفرن وهو سخن. بتطفي عليه الفرن طبعا، يعني انت بتسخني الفرن وتحطيه جوه الفرن وهو سخن وتبيتيه ليله كامله، او من الصبح لحد بالليل. انت مع وقتك انت بقى بتشوفي، لو جبتيه الصبح وحطيتيه تعمليه بالليل، لو عملتيه من بالليل بتصبحي تعمليها الصبح. بتجيبي اللبن بعد ما يبات في الفرن ليله، بتعيني من عليه الكريمه. انا هوريك الكريمه. انا عندي اللبن ده غلياه طبعا، ده لبن مغلي هحطه على الجبنه، مش هعمل بيه الجبنه لا، بس انا هوريكم الكريمه بتاعته لان انا كنت مبيتاه من بالليل اهو. شوفوا الكريمه دي يا جماعه اهو، دي الكريمه اللي بتبقى فوق وش اللبن اهو. تمام، بنعينها كده. لو انت حباها جبنه قريش او خفيفه الدسم يعني، بتعيني الكريمه دي كلها كده اهو زي قدامكم كده، وبتحطي طبعا هيبقى جامد معاكي والكريمه هتبقى جامده معاكي، فانت بتعيني الكريمه. لو انت حباها جبنه قريش، لو حباها جبنه بخيرها بتسيبي الكريمه دي في اللبن وبتصفيها. بتجيبي قماشه نظيفه، لو ما عندكيش حصيره، انا بعملها في الحصيره. لو انت ما عندكيش حصيره بتجيبي شال ابيض او قماشه بيضه، بتحطيها في المصفى وتفضي عليها اللبن اللي جمد معاكي، وبتسيبيه برضو ليله كامله. تمام، يعني انت الاول بتسيبيه ليله كامله في الفرن، ولما يجمد معاكي بتحطيه في القماشه البيضه النظيفه في المصفى. تحطي القماشه في المصفى وتحطي فيها اللبن وتربطي عليها كويس، ممكن تحطي حاجه تقيله عليها لحد ما تصفي ميتها، هتلاقيها نشفت معاكي وجمدت، وتقطعيها وتخرطيها زي ما انا عاملاها كده اهو. شايفين يا حبايبي اهو؟ تمام، بتقطعيها بقى وتخرطيها وتستخدميها على كده، مفيش اي مشكله. ما تحطيلهاش ملح. الملح بتحطيه في الشرش اللي بيطلع منها، هيطلع معاكي بقى طبعا ما بتصفي الجبنه بيطلع معاكي الشرش بتاعها، ده اللي بتحيقيه وتقومي حطها على الجبنه. تمام، بس انا دي بقى عشان انا هحط لها لبن وهحط لها الحاجات بتاعتها عشان هخزنها للصيف ان شاء الله، مش هحط لها الشرش بتاعها. تمام، والشرش بتاع الجبنه ده او الميه اللي بتصفى من الجبنه ممكن تعملي بيه معجنات، تعملي بيه بيتزا، تعملي بيه قرص، ما فيش حاجه بتترمي يعني ان شاء الله. تمام يا حبايبي، انا هوريكم بقى المش اللي انا عاملاه. دي علبه مش انا عاملاها من بواقي الجبنه عندي. لبن قاطع، لبن راب معاكي، ما ترميش اي حاجه، في علبه كده حلوه زي كده او في برطمان
وبتحطي الكلام ده كله. تعملي ايه بقى عشان يبقى لونه كده اهو. شايفين يا حبايبي؟ دي جبنه، ده لبن قاطع، ده لبن جميد معاكي عندك جبتيه وما استخدمتهوش. اي لبن عندك، ما ترميش اي حاجه. اي جبنه فاضت معاكي، الجبنه البراميلي، الجبنه التلاجة، شوفوا انا حاطه فيها قطع جبنه اهو، بس دي جبنه قريش كانت عندي يعني قبل كده. وبتحطي اي جبنه فاضت معاكي، اي حاجه بتحطيها من منتجات الالبان، اي حاجه من منتجات الالبان فاضت معاكي بتحطيها في العلبه دي، وبتحطي لها شويه ملح. ولو وممكن تجيبي نص كيلو مش زي كده اهو، بتاخدي منه وتحطي على اللبن، هيبقى معاكي المش الجميل ده، وتستعمليه وتستخدميه في اي حاجه تاكليه جنب البيض، مع خيار وقوطه. مش هي طبعا كلنا بنحب الحوادق وبنحب المش وبنحب الكلام ده كله. شايفين المش شكله حلو ازاي؟ ده سمن فيه اهو مطرح اللبن. والله يا جماعه شوفوا، عشان انا حاطاه في التلاجة طبعا اهو. شوفوا دي السمن بتاعه بتاع اللبن، شوفوا اهو الكريمه بتاع اللبن دي. لانك طبعا ايه، بيبقى اللبن بخيره وبيقطع معاكي، فانت ما ترميهوش، حطيه في البطرمان زي كده او في علبه او في اي حاجه عندك تستغني عنها، تحطيه في التلاجة. وبتجيبي المش اللي هو الجاهز، تجيبي ربع كيلو، تجيبي نص كيلو زي ما بتحبي. طبعا احنا كلنا بنروح نشتري المش الجاهز والجبنه القديمه، لا احنا هنعملها هنا في البيت ونضيفه وعارفه مصدرها بالحاجات اللي انت ممكن ترميها. لا ما ترميش اي حاجه. اللبن قطع معاكي، اللبن عمل رايب معاكي، ما ترميش اي حاجه. وكمان هنحط معاه قشر استفندي. الاستفندي حلو الايام دي، بيبقى طعمه تحفه يا جماعه في المش ده. تمام. انا بقى هستخدم المش ده النهارده مع الجبنه دي، بدل ما اروح اشتري مش بجبنه الكيلو ب 25 جنيه وب 30 جنيه، لا 3 كيلو لبن او 2 كيلو لبن هيملوا لك الدنيا خير، هيملوا لك الدنيا قشطه وجبنه ومش وكل حاجه. تمام يا حبايبي. هنقلب بقى هنحط بقى المش كده. هنحط المش الاول اهو. الله الله الله، هتاكلي شويه مش بقى وشويه جبنه مع البطيخ ان شاء الله. ان شاء الله البطيخ بقى في الشتاء باذن الله، طالع في الصيف. عفوا يا جماعه، البطيخ بيطلع في الصيف طبعا. ومعايا بقى هنا اللبن اهو، بزود بقى اللبن ايه. انا فضيت اللبن اهو، بس كنت حطيت له معلقه ملح طبعا عشان يبقى حايق معايا. تمام يا حبايب قلبي. نحطه كده اهو، مش لازما يعني ايه. وهتاكلي بقى احلى جبنه مع البطيخ ومع الخيار والطماطم مع الفطير. بدل ما تروحي تجيبي الكيلو اللبن، الكيلو المش بالجبنه ب 25 جنيه او ب 30 جنيه بيبيعوه. عفوا يا جماعه. بدل ما تجيبي الكيلو اللبن ب 25، الجبنه ب 25 جنيه مع المش، لا اعمليها في البيت. ودي طريقه حلوه جدا، ممكن تحتفظي بالجبنه القريش وممكن تاكلي منها دلوقتي، مفيش اي مشكله. عفوا يا جماعه انا شرقت معلش. فبتحتفظي بيها في التلاجة بقى وتطلعي منها زي ما انت عايزه. انا عامله كميه كبيره، بس انا عامله كمان علبه زي دي، الولاد عندي بيحبوها وحلوه في الرجيم، بتبقى جميله جدا مع الشبت والزيتون الاسود. تقطعي كده، تجيبي خرطه الجبنه تحطيها في الطبق وتقطعي عليها الشبت، حزمه الشبت وشويه زيتون، وتاكلي بقى. بتبقى وجبه متكامله جميله للناس اللي بيعملوا دايت بس. ماشي يا جماعه. دي طريقه الجبنه اهيت، وهنحتفظ بيها في التلاجة. وزي ما قلت لكم ما نرميش لبن قاطع، ولا نرمي اللبن اللي راب معانا، ولا اي حاجه بتترمي ان شاء الله. تمام. عايزين نوفر وندبر وتبقى حاجتنا في بيتنا نظيفه
وضامنينها ازاي عاملينها وضامنين نظافتها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. اسيبكم في سعادة وفي حفظ الله، ومع الف سلامة.